النهارده بقى هنعمل كيكة التفاح بطريقة جديدة. هنعملها كده بصوص الزبادي والقرفة. اوعدكم ان هي هتطلع طعمه مختلف عن اي كيكة تانية جربتوها. اول حاجة بيكون معانا 3 تفاحات كده، وهنزع كده القشرة الخارجية بالمقشرة بالشكل ده، وهبتدي اقطعهم واشيل الجزء اللي موجود بقى كده في النص. هقطعهم بالسكينة. طبعا هنا ما قدرتش اتحكم يعني على القطاعة، فهبتدي بقى اعملهم كده بايدي بالشكل ده زي ما انتوا شايفين، وهبتدي بقى اقطعهم شرايح رفيعه، ما تكونش سميكه قوي ولا تكون رفيعه برضو قوي. وهبتدي بقى احطهم كده في بوله او في طبق، وهعصر عليها ليمونه بقى كامله، وهبتدي اقلبهم بالشكل ده، وهغطيهم علشان التفاح كده ما يسمرش معانا. جبت بقى شويه من الزبيب ونقعتهم في ميه كده، وهستخدمهم في الوصفه. لازم الزبيب يكون منقوع علشان ما يتحرقش معانا كده في الكيك. وهنبتدي بقى نحضر السوائل بتاع الكيك، بس هنا المقطع للاسف اتمسح. ضفت بقى كوبايه الا ربع كده من الزيت، وكوبايه كده من السكر، وكوبايه برضو من الزبادي. لو هتعملوا في اي كوبايه بتبقى المقادير ثابته في نفس الكوب اللي بتعايروا فيه، لو مش متوفر كوب معياري. هبتدي بقى اضربهم كده لحد ما الصوص بقى بتاع الزبادي كده يتقل بالشكل ده وينعم كده معانا. هنا دي الكوبايه اللي انا استخدمتها في كل المقادير. هبتدي برضو املاها كده من صوص الزبادي اللي احنا عملناه. وبعد ما مليت بقى الكوبايه حطها في التلاجة، وهضيف بقى 4 بيضات وكيس كده من الفانيليا، وهبتدي بقى اقلبهم كده بالمضرب. وهنزل بقى كوبايتين من الدقيق المنخول. هضرب بقى الخليط كله كده مع بعضه لحد ما يتجانس، وهضيف لهم بقى كيس كده من البيكنج باودر، وهرجع تاني اقلبهم كده مع بعض. هنا قوام الكيكه ديت بتكون تقيل بالشكل ده وبيكون سميك كده، ما تقلقوش منه، هو ده القوام المطلوب. هبتدي بقى اجيب صينيه وادهنها كده من الزيت، وهنزل كده بخليط الكيك، وهبتدي اوزعه كده في الصينيه واخبطها خبطتين. جبت بقى التفاح اللي احنا حطيناه كده على جنب، وهبتدي بقى ارصه بالشكل ده، بس هغرز التفاح كده من تحت شويه. هبتدي بقى ارش كده شويه كده من الزبيب، وهدخلهم بقى فرن ساخن على درجه حراره 180. هتقعد معايا يا دوبك بالظبط 45 دقيقه. نزلت بقى بصوص الزبادي الكوبايه اللي احنا خدناها على جنب وادخلناها التلاجة، نزلت بيها، واول ما طلعت من الفرن يا دوبك حطيت بقى عليها الصوص، ورشيت كده شويه كده من القرفه. شايفين قد ايه جمالها جميله جدا. وصوص الزبادي ده هينقلها بجد في حته تانية، وهتحسوا طعمها كده مختلف عن اي كيكه تفاح تانية انتوا جربتوها. وطبعا شايفين شكلها وجمالها حلوه جدا برضو. بتمنى بقى تعجبكم الطريقة، وما تنسوش بقى تقولولي ايه رأيكم في التعليقات. ولو انتوا اول مرة تشوفوني ما تنسوش بقى اللايك والشير، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد على خير. دمتم في رعاية الله.